أكيد بتفكر كتير في السؤال، هو أنا باخد مرتب كفاية ولا مرتبي أقل من السوق ولا مرتبي أعلى من السوق؟ وإزاي أعمل فلوس زي الناس اللي بشوفها على يوتيوب أو اللي بشوفها بتتكلم عن فريلانس وبتتكلم عن أرقام كبيرة أنا ما بعملهاش في سنة كاملة. الفيديو ده عشان كده. ازيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده انا عايز ادردش معاكم شويه عن المجال بتاع الديزاين. المجال بتاع الديزاين زي اي خدمه بتتقدم، انت اللي بتحدد سعرها. حتى لو انت شغال موظف في شركه فانت اللي بتحدد سعر الخدمه اللي انت بتعملها. عشان كده بتلاقي في اختلافات كبيره جدا ما بين شخص بياخد مثلا 10000 جنيه في الشهر وشخص بياخد 20 وشخص بياخد $1000 وشخص بياخد $5000 وشخص بياخد $10000. الليفلات دي ممكن تبص لها على ان هي ليفل تدريج وظيفي، ولكن في الحقيقه الشخص اللي بياخد رقم كبير قوي ممكن يكون ما عداش على مراحل من المراحل اللي قبلها، واللي بيخليه يعرف يعمل كده هو ان هو بيتعلم كذا مهارة مهمة. هم دول اللي بيعلوا قيمته في السوق، وكمان بيخلوه يعرف يتعامل مع كلاينت اللي هيعرف يدفع فعلا مبالغ كبيرة. الموضوع بيرجع في الأول خالص للحاجة اللي انت بتقدمها والحد اللي انت بتقدمها له. الشخص ده بيعرف يعمل دخل قد ايه من ورا الشغل بتاعك، فبناء عليه بيعرف يديك مقابل كبير. لو بصيت للموضوع ان الشغل بتاعك قيمته كده، فانت النظرة بتاعتك هتبقى محدودة جدا، وكمان مش هتعرف تسعر الشغل بتاعك بالرقم اللي انت بتتخيله او اللي انت عايزه. فاول نقطة انت محتاج تركز فيها هو الاستخدام بتاع الديزاين بتاعك. انت لو بتعمل ديزاينز لكامبين، فانت لو عرفت الكامبين ده ازاي الديزاينز تخليه يعمل فلوس احسن، فده معناه ان انت اتعلمت ماركتنج شوية وبقى عندك فيه خلفية. فانت كده قيمة الديزاين بتاعتك ابتدت تبقى اعلى، لان الحد اللي بيعينك مش هيحتاج يعين لك حد يقول لك تعمل ديزاين عامل ازاي، وهتقلل كتير قوي في البروسيس، فهتوفر عليه فلوس. الفلوس دي الأحقية بتاعتها بتجيلك انت. كمان بالتجربة تعرف تقدم انت الاستشارة دي للكلاينت، فكلاينت يبقى طالب منك شغل تقول له بس انا عملت الكامبين ده بالديزاينز دي وجابت المبالغ دي والمبيعات دي، فعشان كده انا اقدر اعمل لك ديزاين يجيب لك مكاسب اعلى، عشان كده انا هطلب مبلغ اعلى. فالمهارات المرتبطة او المعلومات اللي مرتبطة بالمجال بتاع الديزاين بتاعك، الحاجة اللي انت بتقدمها بتفرق كتير جدا، وهي دي اللي بتخليك تعرف تعلي التسعير بتاعك شوية. تاني نقطة اللغة دي بتساعدك على ان انت تتعامل مع كلاينتس من ماركتس مختلفة، لان الماركت بتاعنا والسوق بتاعنا في مصر مش من احسن الاسواق، وكمان الدفع فيه يعتبر قليل جدا جدا مقارنة باي سوق تاني. فان انت تتعلم اللغة الانجليزية وتعرف تتعامل مع كلاينت اجنبي هيبتدي يدخلك في ماركت جديد خالص ويدخلك في ارقام تانية خالص. هتبقى بتعمل نفس الديزاين اللي بتعمله هنا في مصر، بس اللي بتاخد عليه $10 تاخد عليه هناك $100، وهو نفس الشغل بالظبط. فان انت تتعلم لغة تانية وتبتدي تتعامل وتدخل في جروبس باللغة الأجنبية وتعرض شغلك وتحط البورتفوليو بتاعك، دي من الحاجات اللي مهمة جدا، وهتعمل مفعول عالي قوي على المدى الطويل. لان دلوقتي بسبب الفترة بتاع كورونا ما بقتش محتاج تسافر بره عشان تشتغل مع واحد بره. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تعرف توصل له من خلال الوسائل اللي موجودة، اولهم Upwork، فريلانسر، والمواقع بتاعت الفريلانس، الجروبس بتاعت فيسبوك، كمان ان انت تعمل بروفايل على بيهانس وعلى دريبل وتحط الشغل بتاعك اول باول. ما تفكرش في الموضوع ان انت محتاج تعمل كيس ستادي كبيره وتبتدي تكسل وما تحطش فيها مجهود، لا بالعكس، انت بس محتاج توري الشغل بتاعك. ممكن تبقى كل 3 بروجكتس بتحط بس منهم سكرين شوتس، والرابع هو اللي تحط فيه وقت وتعمل كيس ستادي كامله، بحيث ان انت برضو ما تضغطش نفسك في حته رفع البورتفوليو بتاعك، لان دي من الحاجات اللي احنا كديزاينرز بنعاني منها جدا. اسالني. تالت نقطة مهمة هي ان انت تبتدي تعلي الفاليو بتاعت الشغل بتاعك. زي ما اتكلمنا على حتة المعلومات اللي عندك، كمان هتكلم على الادوار اللي انت بتقدمها. انت كديزاينر بتحتاج كوبي رايتر يكتب لك الكوبي بتاعت الديزاين، وبتحتاج اد باير يعمل اعلانات ويستخدم الديزاينز دي ويديك داتا وبناء عليها تعمل ديزاينز تاني. انما لو انت ابتديت تتعلم الشغلانات المتصلة بالشغلانة بتاعتك هتبتدي تعرف تقدم اكتر من خدمة. تقديم الخدمات المختلفة مش معناه ان انت بتغير المجال بتاعك او بتعمل حاجات مش مطلوبة منك، كل حاجة بتمنها يا باشا، بس معناها ان انت كلاينت اللي هيجي لك هتعرف تأوفر ليه سيرفيسز اكتر وتاخد منه رقم اكبر، سواء انت هتقدم الخدمة او هتشتغل عليها وتجيب حد متخصص برضه يشتغل معاك. الفكرة ان في الحالة دي انت بتتحول من وان مان شو او الشخص اللي بيعمل كل حاجة، لان انت ايجنسي على الضيق كده، في كذا واحد شغالين على البروجكت الواحد اللي بيجي لك. وده من احسن الاماكن اللي انت تبقى فيها كحد بيبيع سيرفيس، لانك ساعتها بتدير الشغل بتاع الناس التانية وبتبقى مهتم جدا بان انت تخلي كلاينت مبسوط، وكلاينت بيجيب كلاينت بيجيب كلاينت، ودي الطريقة اللي بتبتدي تعلي بيها الدخل بتاعك. مش هكدب عليك، شغل فريلانس من اكتر الحاجات اللي فيها اضطرابات في انواع الشغل اللي موجود، وممكن شهر يجي لك مبلغ كبير جدا
وشهرين ما تشتغلش فيهم ولا دقيقة حد. ولكن الميزة والحاجة اللي انت محتاج تفكر فيها انك ما تتعاملش مع الدخل بتاع الفريلانس زي ما تتعامل مع الدخل بتاع الشغل الفول تايم. الشغل الفول تايم حاجة ثابتة وبتجيلك كل شهر، الفريلانس حاجة انت مش ضامنها خالص. فمن الأحسن ان انت تتعامل مع الدخل بتاع الفريلانس على ان هو بالانس، انت بتحط ما بتصرفوش ما بتستخدموش، ولكن تاخد منه على قد احتياجاتك بالظبط، والباقي تعينه كسيفتي نت او حاجة كده للأمان، علشان الشهر اللي ما يجيلكش فيه شغل يبقى معاك فلوس تعرف تصرف منها. في مواضيع تانية كتيرة ممكن نتكلم فيها وخصوصا للديزاين، وعشان كده انا قررت ان انا هعمل بودكاست هيجي قريب. وزي ما هاخدك معايا في الرحله بتاعه البراند بتاعه التيشيرتس اللي انا بعملها، هاخدك معايا في رحله البودكاست ونبتدي مع بعض ونبتدي نتكلم عن مواضيع تهمك انت كديزاين. فاستنوا الحاجات دي، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تعرف اول لما كل البروجكتس دي تبدا. وادعي لي بالتوفيق، وانا بدعي لك ان ربنا يوفقك ويساعدك وان انت تبقى بتتقدم في المجال بتاعك دايما. واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.